القصة ديالي بدات في واحد الصباح مع الثمانية. كانت الشتا خيط من السما، وكانت الضبابة والبرد كيطير. لبست حوايجي وطابليتي باش نخرج نمشي للقرايه، ما حاملاش راسي وكرهاه تقيسيني ونبكي. البرد والشتا ما كيتلاقاش مع الفقر. من 7 ديال الصباح وانا فايقه وكنقلب من اللبس، تقشيره من هنا تقشيره من لهيه، بودي من هنا، سروال من لهيه، السروال ديال امي لابساه لتحت من الجين، عاد لابسه فوق منو الجين. ما عنديش تريكوات ديال البرد، ما عنديش الحوايج ديال البرد. داكشي اللي كنلبسو مني يلاه طلعت الليسي وانا كنلبسو حتى للباك، محتت ومهلي ضاربو جافير، اللي متقوب اللي محبب اللي وهكذا. المهم ديبانيت باللي عطا الله، والنهار بان من صباحو. دخلت حاولت نقاد شعري في الطواليت، كانت واحد الشق ديال المرايه ملصقه همي في الحيط ديال الطواليت، غير بالقبص، بحال واحد المرايه تهرسات ولصقاتها في الحيط ودورات عليها القبص. هذيك هي المرايه اللي كانت عندنا. كانت واحد القرعه ديال واحد الكريم هزيتها ودرت منها في يديا وفي وجهي. هذاك الكريم ديما محطوط تما مع الشامبوان والصابون والكيس وداكشي ديال الطواليت. المهم اللي دخلت وضا ولا شي حاجه كيديروا على حساب البرد، خصوصا بابا حيت كان كيخرج في الصباح بكري للخدمه، وكان كيديروا لي يدي على وديت المشق. ايوا المهم كنت كنديروا لوجهي ويدي وكندوز واحد شويه على شعري باش ينعس. ايوا بقيت كنشوف راسي في المرايه وكنتامل وسهيت وكنخمم، وكنسمع في دماغي واحد السيمفونيه حزينه وواحد الموسيقى كتعبر على الحاله ديالتي. كنشوف وجهي فيه شي طبيع ما عمرني فهمتهم ديالاش. البشره ديالتي شرفات وانا مازال ما دات حتى 18 عام، مازال ما تزوجت، ما حملت، ما رضعت، ما ولدت، ما درت والو. البشره ديالتي كتبان متعبه بزاف، غير تشوفيها تقراي فيها قصه حياتي كلها. كندور وكنشوف امي كنتاملها من الباب ديال الطواليت، لابسه جوج بيجامات وجوج زيوفه ومسكينه كتمشى متقيله. امي كانت مريضه بالسكر ومرضات بكري بيه، كانت عيانه وكيضرها الظهر وكيضرها كلشي. كنقول في راسي غير تحملي وقراي باش تشري لامك الناموسيه، حيت امي كانت عندها امنيه هي يكون عندها ناموسيه ميديكال، زعما غير مضربه ديك اللي كتكون ميديكال اللي كينعسوا عليها الناس، حيتاش النعاس في الظهر كان كيضرها وكيزيد ليها. المهم كنشوف فيها كتقرقش وكتدركش. قالت لي صليتي؟ قلت لها لا راه صليت امي. وانا غير كذبت عليها، ما صليت ما والو. ملي فقت وانا كنقلب على الحوايج وجيب هذا الكولون وهذا ناشف هذا مقطع هذا مطبع هذا، ما صليتش. قلت لها راه صليت امي. قالت لي راه فيقتك حتى عييت مع الفجر ما بغيتيش، انا راه فيقني باك. صلى ومشى وصليت حتى انايا، خرج مسكين مشى للخدمه. صافي مجمعه معايا وكنشوف فيها وساهيه وكنشوف راسي في المرايه وكنقاد داك الشعر اللي ما بغاش يتقاد. شويه ناض خويا وجا برصتني. خويا كبر مني ولكن كان معاق ذهنيا، كان من ذوي الاحتياجات الخاصه، كانت عنده 20 عام ولكن كيتصرف بحال شي طفل صغير عنده 5 سنين. المهم جا بدا كيلعب معايا شويه، صافي مشى جلس مع امي وبقيت كملت على السهيه ديالي وكنشوف راسي في المرايه وكنقاد في شعري وكنقاد طابليتي وانا سارحه وكنقول يا ربي تسهل عليا، خصني نقرا وخصني ندير شي حل لراسي، هادي راه ما حياه ما والو. بقيت كنقول واش بصح الفقير سعيد؟ واش بصح السعاده ماشي في الفلوس؟ ولا غير كيضحكوا علينا بهذيك الهضره؟ هانينا ما سعيداش، تعيسه وامي تعيسه وبا تعيس. الوحيد فينا اللي سعيد ومرتاح وفرحان هو خويا، حيت ما عندوش العقل. ربما كون كان عنده العقل وكان سوي كان غيكون اتعس واحد فينا كاع، حيت هو الراجل، هو اللي غيبقى يحس بالضغط ديال هاد الحياه اللي عايشينها حنا البائسه. بقيت كنقول في راسي المهم انا من راسي انا ما سعيداش وما فرحاناش. كون كانوا عندي الفلوس كون شريت 2 كولونات ولا 3 ندوز بهم هاد البرد، وشريت بوديات وتجاكيطه وتقاشر دافيين ونشري الميناموسيه وغنكون سعيده ربما. بقيت سارحه، تبدات واحد الشتا، طلقات واحد الرعده خيط من السما، والطواليت كان جايه عندنا في برا هي واحد المراح، يعني داك المراح ما عندوش الضاله، وهذيك الطواليت دايرين لها غير القصدير من الفوق. يوفيقني داك طق 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 ديال الشتا فوق داك القصدير اللي فوق الطواليت، وانا نوض وجمعت النوضه، وبقات لي حاجه وحده هي نلبس السبرديلتي ونخرج نمشي للمدرسه. وانا نتصدم ولقيت راسي نسيت السبرديله البارح في داك المراح اللي ما مغطيش، المراح اللي ما عندوش الضاله، ولقيت حفاز قابل ما فيها ما يتلبس، وهي السبرديله الوحيده اللي عندي.
اللي قابله انني نلبسها ونمشي بها الليسي. طلع لي الدم وبقيت كنغوت. انا كنت عصبيه وجات امي كتحذر فيا مالكي صافي بنتي ما تمشيش كاع، ها انت لبسي هاد السبرديله ديال خوك. جبت لي السبرديله ديال خويا لبستها ما عجبتنيش باينه ديال الدراري وطلع لي الدم وامي مسكينه كتحذرني. صافي شديتها بقيت كنعصرها ديك السبرديله، دارتها امي فوق البوطه شويه دفاتها والو ما بغاتش تنشف. صافي هي تقول لي ديري لها الفراش ديال السبرديله ديال خوك. حيدت الفراش للسبرديله ديال خويا ودرتو لسبرديلتي ولبست قاشر صافي، وحسيت بها بحال درت جاليه في وسط الثلج بارده عليا. مع ذلك صبرت وسكت ومشيت. شديت الطريق ديال الليسي واشتخيت من السما. طالع لي الدم وما مرتاحاش وما معصباش، لابسه داك الكولون ديال ماما ديال الخيط كيدقني ما مرتاحاش فيه. السبرديله بارده عليا وثقيله بالماء، بودي فوق تريكو فوق تيشورت معنكش داك الشيو ما مرتاحاش. المهم وصلت معطله، الساعه الاولى ما دخلتهاش والساعه الثانيه مشيت عند الحارس العام وبقى يقرا عليا وما بغيتوش تقرا ودي دا وعلاش تعطلتي. كي غندير واش غنقول ليه؟ الا عاودت ليه هذا السيناريو كامل ما غيفهم حتى حاجه. صافي قلت له غدرني النعاس. بقى كيقول لي واش اللي بغى يقرا كيغدروا النعاس، ما بغيتوش تقراو هاد الجيل مفشين دايرين، شوفي عباد الله كيجيو مع 6 الصباح قبل ما يتحليسي. مرضني عاد عطاني هذيك الورقه ودخلت في الساعه الثانيه. كنت انطوائيه بزاف وما عندي لا صاحب لا صاحبه، كنحس بهم ما كيشبهوش ليا ما كنشبه ليهم. ايوا دازت الشهور بحال هكاك ودازت الايام، كنحارب فيها البرد والشتاء وكنحارب فيها الظروف القاسيه وكنحارب فيها الفقر المدقع. واحد النهار جات عندنا خالتي هي وولدها. خالتي كان راجلها ميسور شويه وهما ميسورين شويه ماشي بحالنا، كانت كتجيني لاباس عليها وكانت هي كبيره على ماما بزاف. والنهار بعد ديال الدراري ما عندهاش البنات، الكبير فيهم كانت عنده 35 عام، هو اللي كان جا معاها في داك النهار. اصلا هو اللي كان كيجي معاها ديما. المهم ولد خالتي الكبير خدام مع باه، صافي كان هو اللي كيجي عندها ديما، ولكن هذيك المجيه كانت سبيسيال ماشي بحال المجيات الاخرين. جاو عندنا في هذاك السبت بكري مع 11 ديال النهار، فطروا معنا وجلسوا وقالت لي ماما سيري خرجي معاه دوروا شويه ووريه راه ما عرفتش بغى ياخد. ما مولفاش لها بحال هكاك، وتما فهمت بلي كاين تما شي فيلم طبخه ماما وخالتي. وخرجنا انا ولد خالتي وبقينا كنتمشاو نوريه هنا نوريه لهيه، وانا ما حملاش راسي وكارها راسي. تقدروا تقولوا لي بلي بزاف الناس عايشين ظروف بحالك وظروف كفس منك وهكاك وصابرين، ولكن انا ما كنتش صابره. راه ماشي كنا بحال كل واحد كيفاش كيريزيستي القساوه ديال الحياه. انا ما كنتش قادره نريزيستي ليها، كنت باغا احسن هذيك الحياه الصراحه وكانت مرضاني ما قدرتش عليها. واخا تولدت هكاك ولكن ما عمري امنت انني غنبقى هكاك وانا راه هذيك هي الحياه ديالتي. صافي خرجنا انا وياه بقينا غاديين من هنا نمشيو من لهي جالسين هنايا، جلسنا في قهوه. اول مره في حياتي كنجلس في قهوه. صافي وقال لي خدي شنو بغيتي وخديت شنو بغيت وبقينا كنتعاودوا. هو يقول لي واش ما كتفكريش تزوجي؟ قلت ليه لا انا ما كنفكرش نتزوج، انا اصلا مازال صغيره ويلا كنقرا وبغيت نقرا ونتوظف ونعاون والديا وكذا وكذا وكذا. شي 3 سوايع حنا كنهضروا، وفي هاد 3 سوايع قال لي بلي راه كيبغيني وباغي يتزوج بيا وما نحتاجش نخدم، ولا تزوج بيا غادي يبقى يعطيني الفلوس وغيعاون هو ماما ويعاون هو بابا ويعاون كل شيء ويعاون خويا. ارسم لي واحد الحياه ورديه وبين لي الحب. واحد اللحظه هو يشد لي في يدي وتيقت بزاف هذيك الهضره اللي قال لي وتيقت كل شيء. حسيت براسي جاني داك الراجل المنقذ اللي غادي ينقذني اخيرا من الحياه البائسه اللي عايشاها ونقذ معايا دارنا. وفرحت ملي قال لي غيبقى يعطيني الفلوس وغيعاون ماما وغيشري لها الناموسيه وغيعاون خويا كل شيء هادشي وفرحت به. المهم شد لي في يديا وانا نحس بواحد الدفء واحد السخونيه واحد الدفا زوين في يديا فاش بقى شاد فيها. رجلي باردين راسي بارد والدنيا باردين كل بارده الا يديا حسيت فيها واحد شويه ديال الدفء اخيرا في هذه الحياه. ايوا صافي سالينا هذيك القهوه وخرجنا ورجعنا وبان لي بلي الطريق تختصرت عليا بزاف. بلاصه ما نشد الباك ونمشي نقرا في لافاك ولا نقرا في شي مدرسه ونجري لهنا ونجري لهيه ونقلب على خدمه ونخدم وندير هادشي كله ونتعذب، تختصرت عليا الطريق.
جا ولد خالتي يتزوج بيا ويحقق لي هادشي كامل بحال داك مصباح علاء الدين. العقل ديالي ديال الصغر وقلة التجربة وما عمري تعرفت على شي راجل ولا كانت عندي شي علاقة خلاني انني نكون ساذجة ونثيق ويبان لي بلي الامور سهلة وبسيطة حتى لهاد الدرجة. رجعنا للدار ولقينا ماما وخالتي كيهضروا وجبدوا الموضوع وصافي، وقالت لي خالتي راه بغيت ناخذك لولدي وما غلقاش بحالك وانا خالتك وراه بحال جيتي عند ماماك وانا ما عنديش البنات وكذا وكذا وكذا. ما عندك ما ديري بشي قرايه، المره راه تقرا تتعيا في الاخر غادي ترجع تقابل الولاد في دارها. وجاتني خالتي من اليمين وماما من اليسار، هذه تكب عليا السمن وهذه تكب عليا العسل، وثقت واستحليتها وعجبني الحال. صافي هي هذيك قالت لهم ماما صافي حتى نشوفوا نهضروا مع كذا مع باها وهذا الشيء كامل. وفهمت بلي ماما وخالتي مفاهمين مش حال هادي. خالتي كانت عندها واحد السلطه على ماما، وماما كانت كتخاف منها بحال ماما كانت محقوره قدام خالتي بزاف وما كتقدرش تخسر لي على الخاطر ما والو. ماما جاها بحال خالتي تواضعات انها باش تاخذني لولدها. موراها بسيمانه جا عندي هو بوحدو وقال لها الماما راه غنمشي نديها نشري لها الحوايج. وفعلا خرجنا انا وياه ومشيت، حيت انا شكيت عليه وقلت لي راه بغيت نتوظف وما عنديش الحوايج وكذا وكذا. داني وشرى لي الحوايج وتقاشر السبرديله وشرى لخويا وشرى بيجامه لماما. جاني داكشي بحال طحت على كنز على الدين. وفي الحقيقه داكشي تجمعيه كله ما فايتاش واحد 1000 ولا 1500 درهم كاع. جاني انايا بحال طحت على شي امبراطور ديال شي امبراطوريه كبيره وشرى لي شي 2 كاميوات ديال الديامون بحال هكاك. صافي رجعت فرحانه بحال شي بنيه صغيره شريتي لها مصاصه، وجبت داكشي وحطني في الدار ومشى. قالت لي ماما شتي بحال هاد الراجل راه كيقلبوا عليه الناس بالريق الناشف وبالمكبيره وما كيلقاوهش. جاب لك الله ولد خالتك خدام مزيان، وخالتك غادي تديك ديرك بحال بنتها، واصلا هذيك راه اختي وكذا وكذا وكذا. المهم داز داك الشتا والبرد وعطاني ربي شويه د العقل انني كملت الباك ودوزته ونجحت فيه، وانا فرحانه تموتيفيت بالحب وبالغرام وبانني تخطبت وانني غادي نتزوج. وقلت هذا الباك هذا ناخذه غير خضره فوق طعام. المهم وصلت لعطله الصيف، عباد الله كيخططوا، هذا غيمشي يقرا الهيها، هذا غيمشي لافاك، هذا غيمشي لهاد المدرسه، هذا غيتقيد، هذا غيدير التكوين. انا كنفكر وكنخطط غير للعرس. المهم كان كيدور معايا كيعطيني الفلوس، تهليت في راسي ودرت داكشي اللي خصو يدار وجدنا ودرنا العرس. وقبل ما نديروه كانت كتجي خالتي وهي اللي كتخطط وكتامر وكتنهي، كتقولها لماما ما غنديروش عرس كبير، نديرو داكشي غير قد الحال، غادي نديرو غير كذا. ملي كنوريها انا شي نكافه وراوها ليا صحاباتي ولا شي حاجه كاينه عندنا في المدينه كتقول لي لا هذيك النكافه راه ديال الناس شكون وشكون، غنديرو لك غير فلانه. صافي كنعطي رايي، كنقول لها بينا نديرو كذا وكذا، نديرو الدجاج نديرو اللحم. كتقول لي لا حمدي الله وشكريه، نديرو الدجاج محمر وشويه الزفه بركه علينا. كانت كتحقرني بزاف بواحد الطريقه غير مباشره. ما عليناش، انا قلت ماشي مشكل. تشرطوا معايا انني نتزوج ونسكن معاه في الدار ديال خالتي، دار ديال مو مع خوتو الدراري وداكشي. وانا كنت فرحانه كنقول هذا هو الراجل، واخا نسكن معاه غير في قادوس. المهم تدار داك العرس وداروا جميع التفاصيل بكما خالتي بغات فقط. وتزوجت ومشيت لعندهم. ما كملت معاهم حتى شهر ديال الباكور، حتى داك الشهر الاول ديالي كزوجه كعروسه جديده زعما بديت كنسمع خل ودنيا. اكتشفت بلي راجلي ما عنده حتى شي اهميه في الدار، ما يقدر يطلع ليه يهبط، ما يقدرش يرمش عينيه الا ما قالتليش خالتي رمشهم. خالتي حيت عندها غير الدراري وهي كبيره في العمر بزاف، كبيره على امي بحال جده كتبان. كانت كتجي عندها واحد المره كل سيمانه ولا كل 15 يوم كتصب المنطات ودير داك الشقه الثقيل. ملي جيت عندهم انايا، ملي مشيت عندهم ما بقاتش كتجي هذيك المره، بقاتش كاع عمرها ما جات مازال. داكشي اللي كديرو وليت كنديرو انايا. وخالتي فيها الوسواس ديال النظافه، ولكن ماشي هي فيها الوسواس ولكن انت اللي خاصك تنظفي. كل 15 يوم تقول لي شوفي هزي المنطات ديال الدراري، طلعيهم للسطح، حكيهم، ديري الزربيه، فعلي كذا، ديري كذا. كنت كنضل نشقى من 6 الصباح كتفيقني حتى نتصلت لي عند الناس.
ملي كنت كنشكي على راجلي كنقول راه بزاف عليا هاد الشقه، عمري ما شقيت انا هاد الشقه في دارنا ولا عرفتو ولا شفتو، راه ما قديتش. كيقول لي انا ما نقدرش نقول لها والو، اللي قالت لك امي ديريه، ما نقدرش انا نقول لها راه با ما كيقدرش يدوي مع امي. كرفصوني 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 بزاف، تهزني بالمزلوطه وتحطني بالمزلوطه. الا كليت شي حاجه ولا هزيت شي حاجه كليتها ولا دخلتها للبيت تقول لي مالكي تنتي هزيتي هذا، علاش فعلتي هذا وتركتي هذا، هذيك راه ديال معاد، هذيك ديال سمير، هذيك ديال محمد. ياك مولفه غير بزيتو الخبز في داركم، تنتي وليتي تصايبي الحليب وتصايبي القهوه وتصايبي كذا. كنت مجرد انني نقول لها ما بغيتش هاتي، بغيت القهوه في الصباح، كتقول لي مالكي زعما مولفه كتفطري بالحليب والقهوه. كانت خالتي دوزت عليا العذاب الاليم، ليومنا هذا عمري ما نسمح ليها. كانت خالتي معروفه الا مشات للحمام مستحيل تحك لراسها، اصلا هي كبيره، حتى قبل ما تكبر كان فيها داك زعما كتبغي تشد الطيابه. من نهار داتني انا عمر شي طيابه ما قاست لها ظهرها. انا وليت كنحك ليها نحك ليها نحك لها، وهي كانت ضخمه واخا كبيره في العمر، الطول والعرض والارتفاع والمساحه. ما تحكي لها تيغفر لك ربي الذنوب. كل سيمانه تديني الحمام ونهز السطوله ونهز الصاك ونهز، بقى هزه 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 الثقل كامل وهي غاديه قدامي كالعروسه حتى الحمام، وندير ليها الصابون البلدي انا اللي ندهنو ليها، ندير لها كلشي، نغسل لها شعرها وندخلها لداخل نحك ليها مزيان ونخرجها صافي، ولبس لها حوايجها وندير لها كلشي ونخليها تسناني. ولا بعض المرات كتمشي كترجع بوحدها للدار وتخليني انايا نحك نجمع نجيب دوك السطوله كاملين والحوايج ديالي وديالها الروينه دائما. وكيبقاو يقولوها ليا ديما العيالات والطيبات ديال هذاك الحمام، كيقولوا لي راه ماشي جابتك نتيا جوجاتك الولد، هذاك ولدها اصلا غير هبيل غير منونخ، راه جابتك غير باش تشقي عليها وديري داكشي اللي كدير الفم دميناج وديروا الطيابه وديروا اللي كطيب وديروا اللي كتفعل كل شيء، جابتك في كل شيء. كانوا ديما كيقولوا لي هذا الشيء جيراننا والعيالات ديال الحمام وكل شيء، وكيزيدوا ياكدوا لي داكشي اللي كنحس به. ملي كانت كتديني معاها لشي عرس ولا شي اسبوع ولا شي مناسبه، كيبقاو يسولوها العيالات شكون هادي الحاجه هادي، واش بنتك، بنت من هادي؟ كتقول لي ما دايره بنت اختي مسكينه راه ما فحالهاش، دات فيها الخير وجوجتها لولدي، قلت خيرنا ما يديه غيرنا وندير فيها مسكينه لاجر، مسكينه راه باها ما فحالوش وامها كيضرها الظهر ما فحالهاش والسكر وخوها معواق. ديما هاد القصه تعاودها فين ما جلست تجمع بيا، مول الحانوت مول الحوايج العيالات، الا كانت شي عراضه اللي جا اللي مشى وانا جالسه حداها. راجلي لا يحرك ساكنا بحال شي خشبه. كانوا كيعطيوني الفانيد ديال الولاد بزز ناكلو، كانت هي اللي متحمله هذاك الشيء، كتقول لي شوفي واش كليتي الفانيد اليوم، واش جاوتك لي غيغل، واش درتي، واش حق الشهر، هي كتقول لها حق الشهر، واش جاتك حق الشهر، كولي الفانيد عندك تحملي عندك كذا. بحال ما كانوش كاع باغيين نحمل، اصلا راجلي ما كاينش في هذا العالم كاع. واحد النهار من الايام كنت كنمسح الدار وكنقاد ودخلت للبيت ديال خو راجلي ديال لوسي، وصافي بقيت كنمسح ليه كالعاده، كنجمع حوايج ونصبنهم نخمل البيت نقاد ليه ناموسيتو، وانا نهز واحد الشيفون ومسحت به البيسي لوجه ديال البيسي والكلافيو داكشي كامل. صدق هذاك الشيفون فيه داك البرودوي خسر ليه ليكرون ديال البيسي، بحال كان داك البرودوي كتير فازق بزاف. صافي جا قال لي اش درتي كذا كذا خسرتي لي ليكرون، راه الضبابه هادي. قلت له انا بغيت غير نمسحها كالعاده وصافي وراه ما قصدتش. وهو يجمعني بواحد التصرفيقه تتشتت، بقيت كنبكي كنغوت وهما ما كانوش. قلت له والله وتجي خالتي حتى نقولها ليها ولا حتى نقولها لراجلي. وجا في عن راجلي وقلت لي راه ضربني، وتغاوت هو بيا وتهزوا. وجات خالتي قالت ليه مالكم ياك لاباس كذا كذا، قال لي راه ضربها بالتصرفيقه. قالت لي علاش، المهم شرحوا ليها شنو واقع، وخرجت فيا وخرجت فرج لي حتى هو. قالت لي لا ما تقولش لخوك وعلاش تمثلي داكشي، وهي بالعاني دارت ليه هكاك، باينه انها دارت ليه هكاك، ديرها كنعرفها راه بحالها بحال امها الله يدير ليها. تقلبات عليا صافي تما حسيت براسي ما بقيتش قادة نصبر، بقيت كنغوت وكنسب. هزيت حوايجي ومشيت لدارنا نيشان.
صافي مشيت لدارنا، دخلت عند امي وبا كنبكي عليهم، قلت لهم اشنو واقع، انا بقيتش باغا، انا هادي. امي كتقول لي يا صبري، خالتك بغات لك غير الخير، خالتك راه انا كنحشم منها، انت خاصك تحشمي منها، راه بحال مقامي، راه كذا راه كذا. با ما عجبوش الحال، قال لي با جلسي في الدار، ما عمرك ترجعي عندهم، لا عاش ولا كان اللي ضرب لي بنتي. قال لي با انا راه شحال مشيت ضربت عليك تماره ونخرج مع نصاصات الليل والفجر والصباح وكذا، باش انتي ما يضربك حد، ما يقيسك حد، ما تمشيش جلسي هنا وتطلقي. ما بغيتش انا، وامي حتى هي ما بغاتش. امي كانت كتخاف من خالتي بزاف. المهم دازت واحد اليومين، اتصلت بها خالتي قالت لها صيفطيها، صيفطتني ماما بحال شي رزمه، ومشيت بوحدي عندهم. صافي ملي ضربني هو ودوزوها ليه، ولا الضرب عادي، اللي داز يضربني، اللي داز يصرفقني، اللي داز يشتتني، اللي داز يسبني. وليت بحال ديك الكلبه في الدار. الكلبه عندها كرامه عليا، كيراعيوها الناس ويهزوها ويخرجوها يدوروها في الزنقه. انا وليت احقر من الكلبه في هذيك الدار. واحد النهار من الايام كان راجلي كيدوش، وانا كنت في البيت، وقلت له حتى نهز ليه التليفون نقلبه، وهو كان ما كيدير لا كود لا والو التليفون، حيت انا اصلا مستحيل نفكر نهز ليه التليفون. وكاع ما بينتناش كاع ديك العلاقه ديال المراه وراجلها ولا الحب ولا والو. مره كان كيقاد ليا الهضره ملي كان كيبغي الرغبه الحيوانيه ديالته يلبيها، مره في شهر ولا مره في شهرين. هزيت ليه التليفون، بقيت كنقلبو، وانا نلقى الحب والغرام مع واحد خيتي سميتها سميره. اليومين هذا عمري ما نسيت هذيك سميره. كيهضر معاها مده طويله في واتساب، وكنبغيك وكذا والحب وهادي وهادي وهادي، هو كيدوش وانا كنقرا، هو كيدوش وانا كنقرا. بقى فيا الحال، ماشي بقى فيا الحال، راه حسيت بحال موس خشيتيه ليا في قلبي في وسط ضلوعي. كنقول هادشي كله اللي كندير انا وصابر عليه لاش؟ جايبيني هادو دايريني غير قلب. هاد السيد هذا جايبني تجوج بيا، حطني لمو باش نشقى عليها وندير هادشي اللي كيديروا كيخلصوا عليه، وليت كندير لهم فابور، وزايدين عليها كيبزوا عليا الفانيد ديال الولاد باش ما نولدش، باش يسرسبوني نهار اللي يبغيو يسرسبوني. خونا راه عايش الحياه وعايش الحب. صافي جاو لقاني كنبكي، ما قدرتش نحبس البكيه. مالكي اش واقع، شنو عندك؟ وانا نفاجر وقلت ليها شنو كاين. شكون هي هاد سميره؟ وكنغوت. ما سمعنا حد لحقاش كانوا ناعسين. صافي بدا كيهضر معايا الليل كامل ويقول لي شوفي انا راه كنبغيها ومصاحب معاها ملي كنا كنقراو، وامي ما بغاتش، وانا تزوجتك غير حيت امي بغاتك وانا ما كنبغيكش وكذا. كون غير سكت وكذب عليا وما يقولش ليا هكاك. عرفتي شنو هو راجلك ولا الشخص اللي انت معاه يقول لك انا تزوجتك غير حيت امي باغياك وانا ما باغيكش؟ اكبر جرح ممكن تعرضي ليه. ما قدرتش نصبر في هذيك الليله، وخليته حتى نعس، وحذرني وقال لي صافي غير نعسي راه غيكون خير. خليته حتى نعس ونط، لبست جلابيتي وهزيت ليه الفلوس وانا نخرج. صافت الليله تكون شي جوج ولا الوحده. صافي بقيت غاديه في الزنقه حتى شديت الطاكسي، وهذاك الطاكسي وصلني لدارنا عند امي وبا. كندق وكنغوت وكنقول ماما وحلي، وكنغوت. عرفتوا الغوت ديال البكيه؟ كنغوت وكنبكي في صاصه الليل، وحلي يا ماما وحلي. داكشي كله وداكشي اللي دار ليا كان هو النقطه التي افاضت الكاس. ما بقيتش قادره نصبر. كنسمع خويا مسكين جاي كيضحك كيقول لي فلانه وكيغوت وكيضحك وكينطق سميتي بواحد الطريقه غلطه. مسكين هو اللي فاق وفرح بيا حيت جيت، وما تخلع ما والو، حيت ماما مسكينه كنت سمعتني كنغوت كنت خلعات كنغوت في الليل وجايه. ولكن هو حيت ما عندوش العقل سمعني مسكين كيغوت بالفرحه. حل لي الباب وتلح عليا خويا كيضحك وانا كنبكي. ودخلت عاد فقت ماما وبابا. مالك ياش كايناش ما كاين؟ قلت لهم والله لا باقي رجعت لهذيك الدار. ماما كتبكي وكتقول لي لا خالتك وحشومه، واش غادي تطلقي؟ واش غادي ديري؟ اش غديري الا طلقتي؟ وحنا كذا وحنا ما عندناش، وتجلسي وما عندك بنتي ما ديري. ماما زعما كملت عليا، ولكن با العكس. قال لي با انا اصلا عمرني ما بغيت هذيك التزويجه وما عجباني من نهار ضربوك وانا قلبي ضرني عليك. جلسي عمرك ما تمشي، الا مشيتي بنتي رجعتي عندهم هالسخط عرضه. قال لي مسكين الا كنت كنخدم عليك النهار غنبدا نخدم عليك الليل والنهار، وجلسي هنايا. قال لي انا نهزكم انت وخوك حتى تدفنوني ولا ندفنكم.
الا ما قديتش غادي نمشي نجلس حدا شي جامع ونطلب عليكم ونجيب لكم تاكلوا. صافي بقيت هي هذيك، وبقى معايا با مسكين سير واجي سير واجي سير واجي سير واجي المحكمه، ويطلب هذا ويطلب هذاك ويقول هذا ويتشاور مع هذاك. وطلقت فعلا. والنهار اللي طلقت من ولد خالي هزت امي اكبر عداوه معهم. صافي قطعت معنا خالتي العلاقه نهائيا. ايوا بقيت جالسه معاهم واحد الشهرين ديال الاكتئاب وديك الحاله الصعيبه فاش يلاه كتطلقي وكتخرجي من شي علاقه بحال هذيك. كدوز عليك العذاب الاليم، بغيتي ولا كرهتي. كتبداي ترجعي داكشي كامل اللي طرا عليك وشنو غادي ديري. كتواجهي الهضره ديال الناس والمجتمع اللي مريض، كتبقاي فاهمه والو، مازال ما شديتيش الطريق الجديده ديال حياتك. كتدخلي لواحد المرحله جديده صعيبه، بحال كتوصلي للنهايه ديال النفق، داك الظلام كيتشد قبل ما توصلي للضوء. المهم داز هذيك الشهرين وصلت للنهايه ديال النفق وخرجت للضوء. تقبلت هذيك الحياه ديالي الجديده وقلت دابا ارى ما عندك، على الاقل شديتي الباك نوضي تقراي ولا ديري شي حاجه ولا شوفي شي حل لراسك. ايوا بقيت كنقلب الانترنت، فيسبوك، كنقلب على خدمه، شي حاجه اللي نقدر نديرها وانا عندي غير الباك، ما عندي لا خبره لا والو. قلت زعما نقلب على خدمه ومن بعد نشوف البلان ديال القرايه، ما عندي لا ريال لا جوج. عيط لي واحد السيد ولكن كان بعيد، كان في واحد المدينه اخرى بعيده عنا بشي 300 كيلومتر. قال لي راه بغيت شي وحده تقابل لي المحل ولكن غادي نعطيك 1000 درهم في الشهر. فرحت في الاول، جاتني 1000 درهم انا بحال مليون في الشهر. شويه هو يقول لي المدينه وانا نتصدم، بقى فيا الحال بزاف. قلت واه على زهر كي داير. هو يقول لي راه انا في مدينه فلان فلانيه. قلت لي صافي اخويا غير نسى الموضوع، انا راه فين ساكنه وما يمكنش ليا. قال لي راه الكرا موجود وكذا. قلت له واش من نيتك انا 1000 درهم وعاد غادي نكري منها ونلبس منها ونفعل منها ونترك منها؟ ما كاين لاش. صافي بقى هذاك السيد كيهضر معايا في واتساب مره واش لقيتي خدمه كذا كذا. كنجاوب حتى انا لا مازال ظروفي صعاب. صافي بديت كنعاود ليه راه ظروفي صعاب، راه عندي خويا من ذوي الاحتياجات الخاصه، امي مريضه، با مسكين يلاه مقاتل، ما عندي ما ناكل ما نشرب، ويلا مطلقه وكذا وكذا وكذا. صافي هو يقول لي شوفي الا بغيتي تجي تخدمي انا غادي نشوف لك فين تسكني، ما انا ندير معك هذا الخير. ما تيقتش واش قال لي ندير معك هذا الخير. وقال لي شوفي انا ما تخافي ما والو، انا واحد السيد مجوج وبولادي ومرتي باقا صغيره ووليداتي صغار وكذا وكذا وكذا. قلت لي صافي سيدي انا اصلا كاع ما توقعت واش غتكون شي حاجه خايبه. هي هذيك اتفقنا انني نمشي نخدم عنده في هذاك المحل نقبلوا ليه، وعطاني 1000 درهم في الشهر وما نخلص لا سكنه لا والو. قال لي انا ندبر لك فين تسكني وشي بلاصه قريبه. صافي تفاهمت معاه، قال لي راه غنصيفط لك 500 درهم باش تجي. قلتها لبا وامي وعجبهم الحال، قالوا لي يلا يسهل عليك بنتي كذا كذا. قلت لهم صافي. جمعت حويجاتي وشديت الطريق. صفات لي هو الفلوس فوافا كاش. المهم مشيت لقيت معاه، سلمت عليه، ركبت معاه في الطوموبيل، بان لي داصر وخفيف بزاف. اداني المحل وراه ليا محل كبير بزاف، فيه ديجا واحد البنت وخصو بنت اخرى اللي تقابلوا. صافي بقى كيدور معايا، قال لي الدار راه كاينه، هي راه قريبه وفيها الفراش، راه غير ديالت واحد السيد وكذا وكذا، ديباني فيها بين ما قلبت لك على الكرا. طلعني لهاديك الدار وراها ليا. قال لي الا بغيتي تبقاي جالسه فيها دابا، بغيتي تزيدي نمشيو نتغداو ولا شوفي نجيب لك ما تاكلي ولا شوفي انت شنو باغا. قلت ليه صافي غير خليني هنايا نيت نبدل حوايجي ونجلس. صافي الله يرحم والديك الوالدين، جيب لي انت شي حاجه الا بغيتي كما قلتي، ولا انا نهبط نجيب من الحانوت ما ناكل. قال لي صافي. بقيت جالسه، مشى هو جاب لي ساندويش والمناضه، حليت ليه الباب ويجلس معايا كليت داكشي وصافي. فاش بغيت نمشي قال لي يلاه بسلام عليك، وهو يبوسني في وجهي. بقى فيا الحال بزاف من لباسني وخرج، وبقيت كنبكي. صافي بغيت نتسطى بالبكا، حسيت بالحقره وقلت هاد ولد الحرام استغل الضعف ديالي واستعل انني ما عندي والو وجيت حتى لعندو. كي غندير دابا؟ واش ندور فيه ونرجع لدارنا؟ فين نرجع؟ واش نجلس هنا ونصرف هاد المكتوب ونديباني باللي عطا الله؟ كي غندير؟ قررت انني نجلس ونصبر، ماشي مشكل. صافي خدمت عنده تما. مره كان كيجيب لي الماكله وكيتهلا فيا بزاف، وكنت عارفه بلي ديك الماكله غتبعها شي حاجه اخرى. داز الشهر الاول عطاني 1500 درهم.
زاد ليا 500 درهم على 1000. قلت ليه لا وهادي وديجا انا ساكنه في الدار فابور وكذا، وديما كتجيب لي الماكله وهادي بزاف. قال لي لا تستاهلي كل الخير، سيري تهلاي في راسك وقادي شعرك وشري حويجات باش تكوني بريزونطابل في المحل وتبداي تباني زوينه وكذا وكذا. قلت لي صافي هي اللي ما تعاود. صيفطت لدارنا 16000 ريال وخليت لي الباقي، وقلتها لي قلت لي راه انت خليت صيفط لدارنا وكذا وكذا، هو ديما كان كيهضر معايا في واتساب. المهم نهار بعد نهار بدينا كنتعرفوا كتر، كيتقرب مني كيقول لي جيتي زوينه اليوم جيتي زوينه غدا، ولا كيجي كيجلس عندي النهار كامل. شويه بدينا كنتقاربوا لبعضياتنا، شويه ولا كيقول لي راه كنبغيك انا كنتسطى عليك، شويه ولا كيزيدني فلوس. وغروني الفلوس انا ومحتاجه ليهم، وعارف نقطه ضعفي. شحال مره كيخرجني وكيديني دوك المحلات ديال الناموسيات، كيقول لي واش هذه اللي قلتي لي باغا ماما كياك هذه؟ صافي دابا ناخذوها ان شاء الله. شحال دايره؟ 5000 درهم 6000 درهم، مزيانه ماشي خساره فيك، المهم تديها لماماك. وفرحت انا، قلت ماشي مشكل واخا نبيع شرفي الا وديت الراحه ديال ماما. وبردت هانيه. صافي وليت خدامه عنده تما، وليت انا هي صاحبته الخليله ديالته. بقيت غير كنقول اليوم غدا ماشي مشكل، غير يشري ليا الناموسيه لماما، غير يعطيني الفلوس، غير يخلص الكريدي ديال با، غير كذا. صافي تلقيت راسي مشيت في هذيك الطريق، وليت صاحبته، ولا يجي عندي للدار، ولا تيجيب داكشي ديالو كيديرو في الدار، ولا كينعس معايا. مشيت في هذيك الطريق بدون شعور. المهم مشيت عند ماما، شريت لها الناموسيه، شريت لهم الحوايج، خلصت لبابا الكريدي اللي عنده. ملي دازت واحد العام تقريبا وانا خدامه عنده في هذاك المحل، بديت كنطلع ليه في الراس، لان السيد اصلا انا كنت غير نزوه بالنسبه ليه، مزواج هو عنده ولادو، ومعمر كيتثقي في الراجل المزوج ولا تقولي غادي ديري معاه المستقبل. اصلا هذاك غلط كبير طيحي فيه الا درتيه. اولا غلط كبير مع الله، ثانيا غلط كبير في المنطق، حقاش راجل مزوج عنده مرتو حاطها في الدار ووليداتو، ومرتو خاسر عليها وداير لها العرس وعاطيها الصداق وكيتقدى ليها وداير معاها الواجب كزوج. انتيا راكي غير نزوه الا نعس معاك، ولا الا شاري لك كاع الذهب، ولا الا عطاك الفلوس. وهذيك النزوه اون فوا غادي تطلعي ليه في الراس غتفوت صافي، وغيرجع للاصل اللي هي مرتو. ربما تقدر تبان ليه وحده اخرى والثانيه والثالثه، ولكن كيبقاو نزوات. داكشي اللي وقع ليا، بدا كيتخوى عليا شويه بشويه، هاد النهار ما يدير لياش، هاد النهار ما يعطينيش، ما كيجاوبنيش في التليفون، ولا كيعطيني 1500 درهم فقط، اما كان كيعطيني كتر. وليت كنحس بالفقر تيرجع ليا، وكنحس براسي ما نبقاش نتهلا في دارنا بزاف. انا وليت عارفه من اين تؤكل الكتف، واللحم ديالي ولاف على الحرام، الله يسمح ليا ويغفر ليا. ما بقاش صعيب، لان بنت دارهم فاش كيقيسها شي راجل غير في يديها ولا وجهها كتشوكا، كتحس بديك البلاصه فاش قاسها بحال الا قستيها بالعافيه، وتخاف وتقدر كاع تبكي ويطلع ليها الدم، وتقول يا ريت كون قدرت نقطع هاد الجلده ولو حال الكلاب ياكلوها. ولكن فاش كتولف وكتولي بنت زنقه، كيولي لحمها عادي، اللي جاي قيس غير يعطي الفلوس ويميزي ويخلص. هكاك وليت انا، وليت كنعرف منين ندور ومنين نجي، وفين نلقى الرجال اللي كيخونوا عيالاتهم، اولا الرجال اللي كيقلبوا على المتعه بصفه عامه. ودخلت هذيك الطريق، ما خليت المغاربه، ما خليت القوار، ما خليت الخليجيين، وبقيت موراها عام ونص. وفي هذاك عام ونص كنت كنعرف 4 ديال الرجاله في خطره واحده، 4 ديال الرجاله في خطره، كل واحد كنخرج معاه مره، كل واحد كنقول ليه انت اللي كاين، كل واحد كيسحب لي انايا صاحبته الوحيده وكيموت عليا وكنموت عليه، وهكذا. انا كنعاود لكم هذا الشيء باش تاخذوا العبره وتعرفوا بلي هذا الشيء ما فيه ما يدار، مهما كنت كنشد الفلوس بزاف، مهما كنت مرتاحه ما كندير لا خدمه لا والو، كنت فقط كندير غير العور، لكن هذاك الشيء راه ما فيهش الخير. كون كان فيها الخير ما كنتش غنجي نعاود لكم هذه القصه اليوم. انا ما عمري كنشجع على الفساد وانتم تعرفوا. دخلت للسونتر ديال اللغه الفرنسيه في هذيك العام ونص، وكنت كنخلص وكل شيء، وتعلمت اللغه، وكنت كنمارسها وكنهضر بها حتى تعلمت لها مزيان. ودخلت لواحد الخدمه اللي اي واحد كيمشي لها اللي ما عنده حتى شي دبلوم ولا شي شهاده اكاديميه كبيره كيدخل لهذيك الخدمه، يكفي تكون عنده اللغه. دخلت للسونتر دابيل وبديت فيه. صافي تما بديت كنحس بالراحه وانني خدامه وعندي تامين صحي، وعلى الاقل كنتسنى راني خدامه، بقاش ضميري كيعذبني. ولكن اللي فيه شي بليه فيه،
واش انا غادي تقدني 5000 درهم و6000 درهم ديال سونطر دابيل والعاده والتماره وانا مولفه الفلوس بارده؟ لا ما غتقدنيش. صافي كملت حليمه في عادتها القديمه، وليت هذا طالع وهذا هابط، صايح ورايح صايح ورايح، هذا يهزني هذا يحطني هذا يديني لهنا هذا يشري ليا هذا يجيب ليا. وغنميزي في الفلوس، كل مره نصيفط لبا كل مره نصيفط لبا كل مره نصيفط لمي ونصيفط لخويا، ولات معيشهم واحد العيشه زوينه بزاف. المهم السمعه ديالتي بدات كتخسر في هذيك المدينه، وليت فين ما دزت يضربوني البراش بالحجر، فين ما درت يقولوا لي الناس هذيك السلقوطه، وليت زعما عندي سمعه خايبه، وليت معروفه الى حد ما. بديت كنقلب على السبب باش نبدل المدينه نمشي لشي بلاصه اخرى، وانا نتعرف على واحد البلجيكي كان واحد المريض وكانت عنده شي 70 عام في العمر. المهم خرجت معاه ودخلت معاه وتصاحبت معاه بين قوسين، وقال لي خاصك تمشي معايا لاكادير، راه انا مستقر في اكادير ماشي هنايا، وتما فين عندي الدار وكندير الحفلات وداك الشيء كامل. ومشيت مع الاكادير، كانت اصلا خاصني غير شي سبه ولا شي طريقه كيفاش نخوي المدينه. مشيت مع الاكادير وسمحت في كل شيء، وبديت مرحله اخرى جديده اسوأ من الاولى اللي كنت فيها. ملي وصلت عند هذاك لقيت واحد الصدمه اخرى، واحد الواقع اخر كاع ما كيعرفوه الناس، واش كاين في المغرب ولا واش كاين اصلا في العالم. هو انه هو كان كيدير الحفلات وكيجيب بنادم مخلط، البنات والدراري، وكيبقاو يديروا بحال قلتو جنس جماعي، وحتى الدراري كيكونوا بعضياتهم. وهو كان كيميل للبنات وكيميل للدراري بجوج، كان بعض المرات كينعس معايا، بعض المرات مع دار بنات اخرين، وبعض المرات مع الدراري، وهو عنده 70 عام. كان داكشي اكثر حاجه صدمني في حياتي ومرضني، وليت عايشه واحد العيشه اللي ما كرهتش ننتحر وما نبقاش عايشاها. وكان صعيب عليا نرجع للور باش خايب الفساد والحرام، انه صعيب عليك تتوب وترجع للور، عيشه ديال الكلاب ولكن صعيب تخرج منها. المهم بقيت معاه مده 3 سنين وانا في هذيك الحاله، وكنت انا هي يديه اليمنيه، انا اللي ديما راكبه معاه في الطوموبيل، انا اللي نمشي معاه، انا اللي نجي معاه، ديك الحفله انا اللي كنظمها كي غتكون، شنو غناكلو شنو غنجيب وشكون اللي غيجي. تسلقيت وتعرفت على واحد الجانب مظلم اخر ديال المجتمع اللي قليل اللي كيعرفوا. كنشوف الناس لاباس عليهم، كنشوف الاطباء، كنشوف المهندسين، كنشوف الناس اللي كبار، كنشوف رجاله مزوجين عيالات مزوجات كيجيو لهذوك الحفلات. كنشوف شي وحدين كيبان تشوفيه تقولي هذا محترم خدام شي خدمه محترمه، الراجل تقول هذا هو الراجل وهو كيجي غير باش ينعس مع الرجال. المهم ضربت معاه يديا وتهلا فيا وشرى لي الذهب والتليفونات والفلوس، وليت عايشه بحال شي مرتو، بحال انا هي مراتو، وتهليت في والديا بزاف وصيفطهم للعمره. هي فاش بقيت كنقول كنحس بداك عذاب الضمير فاش كنحط راسي على المخده وكنقول انا دابا الا متغدى كي غندير مع الله. مازال كنت كندير شي حاجه شي معصيه غادي نطمع في الرحمه الواسعه ديال سيدي ربي والمغفره ديالته، نقدر غير نتوب نصلي 2 ركعات ونبكي على الله وسمح ليا. ولكن هذا الشيء اللي كندير دابا كي غندير منين غنبدا؟ جميع انواع الكبائر والموبقات درتهم. واش نقول سيدي ربي يسمح لي على الفساد ولا على العهر ولا على الشذوذ ولا على المثليه اللي كنشوفها قدامي ولا على انني كنجيب البنات وانا اللي فين ما كانت شي وحده كنقول واش عندك شي صاحبتك باش نرضيه هوايا باش نرضي هذاك اللي معايا باش يعطيني فلوس كثيره، كنخرج على البنات صغار بنات لافاك. لفين غرض وجهي؟ اشنو كيتسناني مع الله؟ ونهار اكتشف والدي هذا الشيء وبا مسكين اللي حفى رجلي وحفى يدي وكيخرج عليا، كيخرج في الليالي البارده والشتاء خيط من السما والظلام يضرب عليا تماره في السواق ويجي نهار يعرف هذا الشيء مسكين غيموت بالفقصه. امي ناعسه على الناموسيه ميديكال وما عرفاش منين جايه. غطيت لهم داك المرح اللي كان معري، درت لهم الضاله وقديت لهم الدار وفرشت ليهم، ما خليت ما درت. ابا ما بقاش كيخدم كاع، ولاو عايشين بخير، ولكن من اين لهم ذلك؟ ما عارفينش والديا بلي المرات اللي نعست فيهم مع الرجاله مختلفين ودرت فيهم هذيك الفساد اكثر من داك الحديد باش طلع هذيك الضاله.
ما عارفاش ماما مني كتكون ناعسه على هذيك الناموسيه وكتقلب وكدعي معايا وكتقول الله يرضي عليك بنتي، بلا داك الرضا ديالها قليل باش انه يكفر على كاع الذنوب اللي كندير. المهم قال لي راسي نصيفطهم للعمره باش نكفر شويه على هاد الذنوب كاملين، وفعلا طلبته وقال لي هي اللي ما تعاودش، وقديت لهم الباسبورات وفرحوا بزاف. با مسكين يبكي ويقول ما بكيتش، امي تبكي وتقول ما بكيتش، الله يرضي عليك بنتي، الله يدير لك، الله يفعل لك، الله يترك لك، كيدعيو. ومشيت وصلتهم حتى للمطار وهو كان معايا، وقلت لهم هذا راه هو الباترون ديالي وخدامه انا اللي مقابله ليه كل شيء، وهو اللي علمني الحرفه، هو راه رجل اعمال وانا كنقابل ليه داكشي ديالو حيت تبارك الله دماغي خفيف. المهم وصلناهم للمطار ومشاو مع ديك الفرقه اللي غتديهم، وكنشوف با غادي مسكين وكيدور جهتي وكيدير لي باي باي وكيبكي كيبكي كيبكي ودموعو كيهبطوا. امي كذلك غدا وكتعرج وهو شاد فيها وغادي لابسين البيض، كيبان بحال شي جوج ديال الناس بريئين جدا، وانا دموعي كيهبطوا فرحانه. كنقول ماشي مشكل، نمشي انا يحاسبني الله، غير هما يمشيو للجنه. الجنة وجهنم بيد الله وبوحدو اللي كيعرفهم، وماشي من الصواب اننا ندخلوا في الاراده الالهيه، ولكن انا غير كنقول صافي، انا غير انسان مذنب. المهم انا اليوم في الثلاثينات من عمري، ولقيت راسي مصابه بواحد المرض خايب. كنتبع الدواء ما حاسه بحتى شي اعراض، ولكن انا مريضه وهزه معايا المرض. التفاصيل ديال القصه بدلت فيهم بزاف ديال الحوايج باش يبقاو والديا مستورين، اما انا كاع ما بقى كيهمني راسي كاع. ما خليت حتى شي طبيب ولا شي طبيبه ولا شي وصفه ولا والو، ما عندي حتى شي دواء. باقا عايشه في هذاك المستنقع اللي عاودت لكم عليه. باقا عندي في الداخل ديال قلبي واحد شويه ديال الايمان وبزاف ديال الندم، وعارفه ان واحد النهار غادي ينفجر هذاك الايمان وهذاك الندم وغادي نرجع للطريق. ولكن مازال رجليا ثقال بحال لحتني في البحر وربطتي ليا رجليا بالحجر. النفس ديالتي باقا شاداني في هذا الشيء وصعيب عليا نفيق منه. تعطلت بزاف باش نوض نمشي نقرا ونكمل قرايتي وندير شي حاجه محترمه ونكون واحد البنت محترمه في المجتمع. تعطلت بقيت حتى وصلت الثلاثينات. ربما مازال عندي الحال، ولكن ماشي بحال كون بديت شحال هادي. الزواج ابعد حاجه ممكن انها تحقق. شكون غيتزوج بوحده مستنقع ديال الامراض بحالي ومدوزه هادشي كامل؟ مازال لك انت دوزتي تجربه ولا جوج وغلطتي ماشي مشكل، ولكن انت هذاك الشيء درتيه مهنه صعيب عليك. وانا حتى لا تزوجت بشي واحد كاع بغى يتزوج بيا غادي ندير ذنب اخر كبير، انني غادي نظلم هذاك السيد، نظلمه، غادي ندوز ليه واحد المرض اللي هو ما دار فيه حتى شي ذنب. الحياه ديالي زقلتها بواحد شويه. النهار اللي سافرت ومشيت عند داك السيد وباسني في وجهي كان خاصني نرجع للور، اللهم الفقر ولا هكا. الحاجه الوحيده اللي كتشفع ليا هو ان والديا مرتاحين وفرحانين بيا بزاف. هذه هي القصه ديالي، وشكرا لكم على الاستماع.